السلام عليكم الغزالات، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. كنقول لكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. وقبل هذا الفيديو غنقول لكم مبروك عواشركم، عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالفرحه وبالهنا، وباش ما تمنيتو نتوما وليداتكم ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو ديالي يتلاقاكم على خير، وكنغتنم هذه الفرصه باش نقول لكم مبروك عواشركم. اليوم البنات جيتكم بواحد الماسك، واحد الماسك اللي واعر، واحد الماسك ديال العيد ديال الدقيقه الاخيره، اللي كينقدنا هكا وكان يعني كيعطيك واحد النضاره، واحد الاطلاله للوجه ديالك. واحد الماسك البنات اللي المكونات ديالو متوفره في كل بيت، يعني متوفر في اي بيت، من داكشي اللي عندك في الكوزينه. ما فيش بزاف ديال التعقيدات، فيه واحد المكونات 3 أو 4 اللي متوفرين في كل بيت، ما كاينش شي وحده اللي ما يكونش عندها. وفي نفس الوقت كيعطيك واحد النضاره وكيعطيك واحد التفتيح للوجه ديالك، وكيتوجد في دقيقه البنات. هذا الماسك اللي خطير كما غادي تشوفوا معايا، القوام ديالو بحال هكا زوين، وكيجي غادي نقرب لكم في الكاميرا، غادي نقلب لكم من بعد الكاميرا وتشوفوا كيفاش كيجي هذا الماسك. عرفتي البنات، ماسك اللي خطير خطير خطير، والمكونات ديالو كما قلت لكم اللي بسيطه، متوفره في كل بيت من الكوزينه ديالنا، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد النضاره واحد التفتيح للوجه ديالنا. وانتم عارفين دابا العيد ضروري حنا كنهتموا بالمنزل، كنقادوه كنصايبوه، في نفس الوقت كنوجدوا حليوات نوجدوا شهيوات، ولكن ما نساوش حتى راسنا. اي وحده كتبغي تكون زوينه، كتكون غزاله في العيد، تلبس جليبه تجي معاها، تلبس قفيطان يجي معاها، تمشي للمصلى تكون غير مضيه، ويكون الوجه ديالها عاطي واحد النظره بلا مكياج بلا حتى شي حاجه. كما قلت لكم البنات، ماسك اللي ساهل، مكونات ديالو بسيطه ومتوفره في كل بيت، كيتوجد في دقيقه، وكيعطيكم يعني تفتيح ونضاره من الدقيقه الاولى، ومن يعني من الاستعمال الاول. كما قلت لكم هذا الماسك هو ماسك ديال الدقيقه الاخرى ديال العيد. المكونات ديالو كما قلت لكم بسيطه واقتصاديه ومتوفره في كل كوزينه، وغيعطينا واحد ان شاء الله باذن الله غيعطينا واحد النظره من اول استعمال. غادي نخليكم دابا البنات مع المقادير والطريقه كيفاش وجدت هذا الماسك، ومن بعد غادي نرجع انا وياكم باش ان شاء الله نطبقوا على وجهي وعلى يدي، باش تشوفوا طريقه استعمال وتشوفوا معايا كيفاش كيجي هذا الماسك هذا. المكون الاول ديال الماسك ديالنا وهي البطاطا كتساعد على تفتيح البشره وتفتيح التصبغات، وكتساهم في علاج حروق ديال الشمس. كناخذوا واحد البطاطا اللي كنبشروها وكنستخلصوا الماء ديالها، من بعد كنضيفوا له القهوه اللي غنيه على المضادات الاكسده، كتخفف البثور ديال الوجه وكتساعدنا على مقاومه علامه الشيخوخه. ومن بعد كنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال دقيق الذره النشا، يعني النشا المايزينا، اللي حتى هو كيساعد على تعزيز الكولاجين في البشره. ومن بعد غادي نزيدوا واحد 2 معالق كبار ديال الحليب، والحليب البنات هنا غادي يدير لنا الدور ديال الترطيب وديال لابغيونس، غيعطينا واحد الاشراقه للوجه. كما شفتوا مكونات اللي غنيه على التعريف، كلها مفيده للوجه وكلها كتساعد على التفتيح وتعطينا اشراقه. كنغليو هذيك على نار مهيله هذيك العناصر ديالنا حتى كنحصلوا على واحد الماسك او واحد الكريمه اللي بحال هذا الشكل. كما قلت لكم البنات، هاد 4 ديال المكونات متوفره، ولكن راها فيها واحد الافاده كبيره للبشره ديالنا وكتعطينا النتيجه من الاستعمال الاول. وكما قلت لكم راه هاد الماسك تقدروا تحتفظوا فيه في الثلاجه، طبعا انكم تحكموه وتسدوا عليه مزيان وتديروه 3 المرات في الاسبوع. كله افاده وكله منافع كما قلت لكم، يعني كل مكون عنده المنافع ديالو. كيساعدونا على علاج حروق ديال الشمس، كيساعدونا على مقاومه علامه ظهور الشيخوخه، وفي نفس الوقت كيعطيونا الكولاجين للوجه، وكذلك كيعطيونا واحد الاشراقه واحد التفتيح للبثور ديالنا. دابا ما بقى لنا ان نطبق انا وياكم الماسك ديالنا. صافي الغزالات، دابا شفتوا كيفاش كنحضر هذا الماسك. المقادير ديالو كي شفتوا معايا سهله بسيطه، متوفره في اي بيت، وما فيه حتى شي حاجه يعني اللي كتضر بالوجه ديالنا، خصوصا ان دابا الصيف والشمس، يعني الواحد ايفيتي يدير هذاك الشيء اللي كيكون يعني بزاف مجهد على البشره. دابا غادي نمروا انا وياكم باش نطبقوا الماسك ديالنا. غادي نجمع غير القصه ديالي، غنحاول نجمعها هكا
كما قلت لكم البنات، مهم انا الصراحه راني ما دايره حتى حاجه للوجه، درت غير شويه ديال الغوج ليفغ وصافي باش نعطي نظره، ولكن البشره ديالي ما دايره ليها حتى شي حاجه. غسلوا الوجه ديالكم اولا ديروا كوماج. انا الصراحه ما درتش كوماج لحقاش ما كنديروش وسط السيمانه، كنديروا دائما في نهايه الاسبوع، وانا كنفضل ان الكوماج نديرو غير مره في الاسبوع. كما قلت لكم البنات، كتجيبوا الوجه ديالكم هكا كتطبقوا عليه هذا الماسك. الصراحه زوين، الريحه ديالو فنه، ريحه القهوه غزاله. وكما قلت لكم البنات، هذا الماسك راه تقدروا تصايبوه وتخليوه في الثلاجه المده ديال اسبوع، وتستعملوه 3 مرات في الاسبوع. تخليوه على الوجه ديالكم 20 دقيقه، يعني ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه حتى كينشف، وكتحيدوه بطريقه دائريه، يعني بحال كيولي بحال شكل كوماج. صراحه زوينه البنات، خصوصا هكا من كديروه في الثلاجه كيكون بارد وكيمص لكم كاع ديك السخونيه، ديك السخونيه اللي كتكون، يعني سمحوا لي انا مع كنشوف غير بالتليفون. ما قدرتش البنات نطبق الماسك ديالي مزيان، غنستعن بهذه المرايه. كما شفتوا معايا البنات، الصراحه كيطبق ما كيسيلش، وكتقدروا ديروه حتى تحت العينين ديالكم هكا. اللي عنده الكحوليه تحت العينين، خصوصا دابا العيد، هذا العيد سبحان الله كنجهدوا فيه نفسنا مع التوجاد، مع التخمال، مع كل حاجه، يعني كتكون عندك لي سيغن من قله النعاس. الصراحه انا براسي عندي مع راكم عارفين التربيه والرضاعه كتعيي. كنديرو تحت العينين ديالي البنات. راكم عارفين المنافع ديال القهوه حتى هي لتحت العينين، خطيره البنات لتحت العينين. كنديرو هذا الماسك ديالنا كله منافع، كله يعني طبيعي، ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تضر لنا البشره ديالنا. ديروا واحد الطبقه اللي تكون سخيه وكبيره هكا كما شفتوا معايا، بحال هكا. الوجه ديالي كامل غادي ندهنو، ومن بعد غادي ندير حتى العنق ديالي. ما تنساوش البنات العنق ديالكم حتى هو راه ضروري، لان راه العنق راه بحال الوجه، خصو حتى هو العنايه، وخصو حتى هو يكون نفس اللون. هذا الماسك راه كيوحد حتى البشره واللون ديال البشره. غادي نكمل البنات على هذا الشكل باش ما نطولش عليكم، وغادي نديرو حتى ليدي. خصوصا انا الصراحه البنات عندي، انا من النوع اللي اليدين ديالي كيسمروا ليا دغيا، لحقاش المهم على حسب الخدمه ديالي كندفع بزاف الكروسه، دائما يديا مع يعني عرضه انهم يسماروا لي دغيا. وحتى يعني حتى مع السوقان معروفه هاد القضيه البنات، خصوصا انا ساكنه في تولوز، مدينه اللي سخونه معروفه بالحراره ديالها، ومعروفه عندنا الصهد يعني بحال شكلة المغرب، دغيا يديا كيسماروا ليا. المهم غادي ندير البنات، غنسالي العنق ديالي، غادي ندير يديا، وغادي نتسناه ينشف ونرجع معكم. هانتوما البنات كما شفتوا درت الوجه ديالي ودرت حتى اليديا. ما عرفتش واش كيبان لكم بزاف اولا لا، سمحوا لي على الصوت دايزه واحد الطياره لحقاش راني كنصور في الجرده باش نفيق البيبي. هانتوما البنات، المهم غادي نتسنى على دابا واحد 20 كما قلت لكم، ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. دابا راه الصيف غينشف دغيا، ومن بعد غادي نحيدو بطريقه دائريه كما شفتوا دوك الحبيبات ديال القهوه البنات. في نفس الوقت كما قلت لكم هذا ماسك وكوماج، في نفس الوقت يعني كتحيدي الماسك، وفي نفس الوقت كتحيديه بهذيك الطريقه الدائريه. ودوك الحبيبات ديال القهوه كيساعدوك انك تحيدي هذيك لابو مورت اللي كتكون عندك، وهذوك النقط السوداء وداك الشيء اللي كيكون عندنا لي بوان نوار اللي كيكونوا عندنا في النيف ديالنا. المهم من الاحسن من ديروا هذا الماسك ارتاحوا شويه. انا دابا غادي نطفي الفيديو وغادي نرتاح شويه ديك 15 ولا 20 دقيقه بما نشف ليا ونرجع معكم. هانتوما الغزالات من ذات الوقت شوفوا يديا حيت طبقه رقيقه، شفتوا كي ولات. والوجه داكشي باش قلت لكم مزيان انكم ديروا طبقه غليظه باش ما ينشفش بزاف، لان داك النشيف عاوتاني راه كيسبب تجاعيد. كديروا بحال هكا البنات كما قلت لكم، حركات دائريه. ما تخافوش من القهوه، راه حيت مع طبخناها شويه مع داك الحليب وداك الشيء راه ارتبط. المهم بحال هاد الطريقه البنات صافي هكا باش كتستافدوا بكاع المنافع.
صافي وما بقى لينا ان نغسلوا الوجه ديالنا ونشوفوا النتيجه الاخرى. جربوها البنات، صراحه ماسك واعر 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 واعر، ويعطيكم واحد النضاره واحد الاشراقه. غانتوما البنات مهم من الاحسن ديروه بالليل باش تصبحوا صباح العيد ان شاء الله هكا باللارات. انا درتو دابا بالنهار البنات باش نصور ليكم، عرفتوا بالليل ما يمكنش ليا نصور، اما من الاحسن ديروا بحال هاد الماسكات وهذا الشيء ديروهم بالليل يعني باش ما تتعرضوش للشمس. وحاجه مهمه البنات هو انكم قبل ما تخرجوا للشمس ضروري ضروري تديروا الواقي ديال الشمس ديالكم، راه مهم مهم مهم. المهم انا البنات غنغسل الوجه ديالي وغنرجع لكم. المهم الغزالات هانتوما شوفوا، من ما بغيتش نخرج للشمس باش ما نحرقش الوجه ديالي كما شفتوا من غسلته. هانتوما الصراحه انا كنتمنى تكون كتبان لكم في الكاميرا اللمعه كما شفتوا، يعني حتى يديا راكم شفتوا ملي كنصور لكم يديا محمرين حتى هما، يعني تفتحوا على الاقل واحد 2 درجات ولا 3 ولا لاحظتوا عرفتي الوجه ديالي رطاب البنات. وشوفوا معايا ما كاين فيه حتى شي حاجه، يعني كتحسي بواحد ليكلا واحد اللمعه. هانتوما انا ما دايره حتى شي حاجه البنات، يلاه غسلت وجهي باقا كاع ما غسلت مزيان عنقي، عاد قلت غادي نحيد وندخل نغسل مزيان. الصراحه البنات جربوا والله الا ماسك اللي هائل، وكتحسوا يعني باللمعه اللي كيعطيكم في الوجه ديالكم، في نفس الوقت كيورد لكم هكا الحنيكات كما قلت لكم، كيعطيكم واحد النظره زوينه. جربوا ما غاديش تندموا، وكنقول لكم مع السلامه الى الفيديو المقبل باذن الله. مبروك عواشركم، الى اللقاء.